السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، واهلا بكم في يوميات مسعدة. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة كده جاي لكم بوصفة سهلة وبسيطة واقتصادية، وان شاء الله هتوفر عليك كتير ومش هتشتريها من بره تاني. ما تنسيش تابع الفيديو للاخر ولايك بقى عشان تشجعينا انزلك فيديوهات اكتر واكتر. النهارده كده جاي لكم بوصفة الطحينة الخام، وهتعمليها في البيت ومش هتشتريها من بره تاني ان شاء الله بعد الفيديو ده. كده جايلكم بالوصفة النهاردة. تعالوا كده نشوف هنعمل الوصفة ازاي. معانا نص كوباية من السمسم، ومعانا زيت نباتي عادي موجود عندنا في البيت، وربع معلقة من الملح. تعالوا كده نطبق الوصفة. ما تنسينيش في لايك الجميل بقى. يلا تعالوا كده نجيب طاسة على النار ونحط فيها السمسم، نديله تسخينة بس نقدر نمسكه بايدينا، مش هنحمصه خالص علشان ما يمررش معانا. انا هديله لون، بص زي ما حضراتكم شايفين، لون بسيط جدا اقدر بصي مسكته بايديا. تعالي كده هنجيب كبة ونحط فيها السمسم، هنديله كده تفريمة لحد ما يبقى عامل زي رملة البحر. هو هيطلع الزيت بتاع السمسم من جوه، انا لسه ما حطيتلوش زيت، خلوا بالكم. تابعوا معايا الفيديو كده خطوة بخطوة علشان ايه تطلع معاكم الوصفة مظبوطة جدا. احنا كده بصي بفرم فيه لحد ما هتلاقيه كده ناعم، بصي زي ما حضرتك شايفة. هنجيب كده شفشق الخلاط ونحط فيه السمسم بتاعنا، وهننزل كده بربع معلقة من الملح، وبعدين ننزل بالزيت سنة سنة. تمام. بصي كده هوريكي القوام اللي انا محتاجاه، يكون خفيف، مش عايزاكي تقليه خالص علشان هتقعد معاكي في التلاجة فهتتقل، لو تقلتيها مش هتنجح معاكي الوصفة. بصي القوام ده اللي مطلوب. حابة تزودي في السمسم وتكتري الوصفة براحتك، انا حبيت اعمل كده عينة معاكم علشان ايه تشوفوها. انا مجربوها قبل كده وعاملة عندي برطمان وشايلاه في التلاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.